انا شخصيا من الناس اللي مؤيدين جدا انه علي معلول يكمل السنه دي في النادي الاهلي، وانه ختامه لازم يكون ختام جيد. ده وجهه نظر انا الشخصيه، خلي بال حضراتكم، انا بتكلم باسم انا الشخصي يعني. وان لازم يخرج باحلى ختام واحلى صوره من النادي الاهلي على اللي قدمه للنادي الاهلي، حقه تماما. لانه علي رجليه كانت في الملعب حتى نهائي افريقيا، مباراه الاهلي والترجي في نهائي افريقيا اللي كانت في تونس، علي كانت رجليه في الملعب، كان بيلعب وجاله وتر اكيلس وهو في الملعب في بدايه المباراه. فالراجل لا تمارض ولا خرج لا 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 لا، حاجه جميله جدا جدا، ونموذج للعيب الكره المحترف بشكل 100%. خلاف موجود او وجهات نظر موجوده، الاداره بترحب انه يكمل، المدرب بيقول انه ما بيكملش، في النهايه طبعا هو قرار فني. هنا انا ما املكش، انا لسه بنقد ناس في اللينك اللي فات، انا لا املك شيء، ولكن اللي اقدر اقوله انه انا لو مسؤول كنت هجاهد بكل الطرق ان علي يكمل السنه دي في النادي الاهلي. هم كلهم 4 شهور، كلهم اول عن اخر 4 شهور، 4 شهور اول عن اخر، لانه كمان ده بيدي رساله للجميع، لانه الناس بيزعلوا جدا لما اللعيب بيسيب النادي ومعاهم حق. فكمان النادي لازم يحسس اللعيب بالدفى، بالتواجد، يعني الاهلي الحقيقه لم يقصر في موضوع العلاج، لم يقصر في موضوع التاهيل، العقد بتاعه ساري بنسبه 100%، وده شيء رائع جدا في النادي الاهلي، وحاجه يشكر عليها النادي الاهلي، ما فيهاش فصال يعني، ما فيهاش فصال ولا اي حد يقدر يقول حاجه. لكنه في النهايه يا اخي كرمني، من حق ان انا اخرج متكرم يعني. على فكره في بعض الاصوات بدات دلوقتي تقول لك الاهلي لازم يجيب جناح ولازم مش عارف ايه وشكرا معلول، وجهات نظر، وانا اللي بقوله ده هو مجرد وجهه نظر، عشان ما حدش يقول لك انت بتقول لا لا لا، انا هنا بقول وجهه نظر فقط لا غير. في مواقف لناس عن ناس تختلف. يعني انا مثلا رجعت من اصابه، انا بتكلم عن نفسي، كنت مصاب وتاهلت ورجعت وقصه وحدوته، حسيت ان انا مش هلعب، انه القصه بالنسبه لي قفلت خلاص. قلت لهم السلام عليكم. ايه يا عم؟ السلام عليكم، انا اعتزلت. الناس اتفاجئت، خلاص بقى كفايه، حلو قوي. كان بقى عندي 37 سنه وقلت كده تمام، واشوف سكه تانية وربنا ييسر لي الحال، وربنا ييسر الحال احسن وافضل 100 مره. سبحان الله، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لك يعني. فما عدت وربنا كرمك وفرجت من فضل الله. لكنه واحد زي علي معلول، انت ايه رايك يا منير؟ ما فهمتكش، عملت لي بايدك كده يعني ايه؟ يعني 4 يعني يستنى 4 شهور، يستنى 4 شهور. لو عملنا استفتاء على ده هعمل لنفسي مشكله. دي وجهه نظر يا جماعه، محدش يزعل مني، انه ده لعيب قدم الكثير للنادي الاهلي. والجميل بقى في علي معلول انه حتى هذه اللحظه ما غابش عن تمرينه في النادي الاهلي. يعني انا من المعجبين بعلي معلول، ومن اشد الناس المؤيدين انه يختتم حياته في النادي الاهلي. واقول لكم معلومه مهمه جدا جدا جدا، علي معلول لن يلعب في مصر حسب ما اتكلمت مع حد من المقربين جدا منه. طب لو حصل يعني انه علي لم يتم تسجيله في النادي الاهلي، قال لي هذا العام، قال لي كده بالحرف الواحد، هذا العام هيكون هدنه بالنسبه لعلي معلول.